الجلسه الاجرائيه اللي كان انا مع حضرتك يعني سواء المصاب بقى بشق يعني انا عايز اقول لحضرتك فكره ايه، احنا مش عايزين نعمل حرج خلي الامور تمشي. انا هقول لحضرتك على حاجه واقول لك بصراحه، انا صديق قديم جدا الاستاذ الدكتور علي عبد العال، وسعيد جدا انه جاء رئيسا لهذا البرلمان، خاصه انه يمكن للمره الثانيه في تاريخ مصر ياتي رئيس للبرلمان استاذ قانون دستوري. المره الاولى كان الدكتور محمد كامل ليلى في الثمانينات، هذه هي المره الثانيه التي ياتي فيها رئيس البرلمان او رئيس المجلس النواب استاذ قانون دستوري، يعني دي شغلته الاساسيه. الاستاذ الدكتور علي عبد العال راجل دامس الخلق جدا وعنده حياء وخجل شديد، وكنت اخشى عليه من انه هيدير هذه المساله ازاي، وهيقابل بعض الشخصيات يعني ما هياش طبيعيه في تصرفاتها. هل هيقدر يواجه ده؟ فبالامس الحقيقه انا قدم لي فوجئت بيه انه حاسم وحازم، مجرد ما تصدى للمنصه وبدا يدير الجلسه، حقيقه لقيته عنده صرامه وشده عجبتني جدا. لكن ولهذا انا بقول لك انه إدارة الجلسة أو الجلسات في المرات القادمة لا يمكن أن يسمح بها في التهاون على التفريط في أي قاعدة من القواعد والتقاليد البرلمانية، لأن أي تفريط فيها من البداية هتجد الأمر هينفلت منه ومش هيقدر يدير جلسات. فلا بد كل الحزم والصرامة في الحفاظ على التقاليد وعلى الآداب وعلى الضوابط البرلمانية اللي موجودة واللي منصوص عليها في اللائحة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين مسألة اللائحة. البرلمان له لائحة اللي هي الموجودة دلوقتي اللي موجودة باسم مجلس الشعب. الدستور نفسه بينص طبق القوانين واللوائح في الأحكام العامة، طبق القوانين واللوائح